مشاهدونا الكرام في كل مكان، أجمل تحية لكم من المملكة العربية السعودية. كاميرا قناة النيل الأزرق اليوم في احتفالية خاصة لملتقى البيت السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال المجيدة. معا نتابع جانبا من هذه الاحتفالية. نحن اليوم في حفل من حفلات ملتقى البيت السوداني الشهرية. صادف أعياد استقلال السودان. ملتقى البيت السوداني اليوم في جمع كبير من الأسر يحتفل بعيد استقلال السودان ال67 في حضور أنيق جميل جدا جدا من الأسر، وتغطية دائمة مستمرة لفعاليات ملتقى البيت السوداني من قناة النيل الأزرق. أخونا أبو عبيدة نشكره جزيل الشكر لأنه دائما معنا في تغطية الحدث. نشكركم جميعا، وإن شاء الله عام خير علينا جميعا، وربنا يبعد البلاء عن بلدنا ووطننا الحبيب، وإن شاء الله القادم أجمل في العام الجديد. بمناسبة عيد الاستقلال، حقيقة أولا أتقدم بالتهنئة الحارة للشعب السوداني في جميع بقاع العالم، وأتمنى إن شاء الله عام سعيد ونشوف السودان في أمن ورخاء، وإن شاء الله يعم السلام في جميع أرجاء بلادنا الحبيبة. كل سنة وكل الشعب السوداني بألف خير بمناسبة أعياد الاستقلال، ودي مناسبة جميلة جدا بتجمع أبناء الجالية السودانية في المملكة العربية السعودية في الرياض. ونفتكر إنه الاحتفالات الوطنية دي هي بتقرب المسافات بين أبناء الشعب السوداني، وبتذكرهم بكل نضالات أهلنا وأجدادنا الأوائل الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الحبيب. أمنياتنا أن يظل السودان دائما قوي ودائما في أمن وأمان وفي تقدم وفي تطور، وتحياتنا لكل الأهل والمحبين بالسودان الحبيب. أحيي أول حاجة الشعب السوداني بعيد الاستقلال المجيد، وأحيي الشعب السوداني إن شاء الله ربنا يبعد عنهم الضنك والتعب، ويرجع السودان زي ما كان منارة لكل الدول العربية والأفريقية. وأحيي أخواننا هنا في البيت السوداني بنجاح اليوم بتاعهم الجميل ده، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. وأحيي والدكتور الجميل معتز الماحي، هذا الرجل الجميل صراحة، أينما حل الإبداع حل معتز. ما شفت النور حبيبي اللي بحكي عنه، اللي بحكي عنه، اللي بحكي عنه، حبيبي اللي بحكي عنه. نحن اليوم في جمع غفير وجميل في ملتقى البيت السوداني بقيادة الأخ معتز الماحي بمناسبة الاحتفال بأعياد استقلال السودان، وإن شاء الله نتمنى للسودان كل الخير إن شاء الله يا رب العالمين. الواحد سعيد جدا في تواجد في احتفالية ملتقى البيت السوداني
احتفالا بأعياد الاستقلال. وعيد الاستقلال بيمثل معاني كبيرة جدا لكل السودانيين داخل الوطن وخارج الوطن، لكن الأمنيات بنتمنى أن يعود عيد الاستقلال العام القادم ونحن نكون أكثر تسامحا وأكثر تآلفا وأكثر تعاضدا في حب هذا الوطن. شكرا جزيلا قناة النيل الأزرق، شكرا ملتقى البيت السوداني، وكل عام وأنتم بخير، وعزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن. المشاهدون الكرام في كل مكان، هكذا التقيناكم بكل الحب بكل الود من المملكة العربية السعودية. تابعنا معا جانبا من احتفالية ملتقى البيت السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال. إلى أن نلتقيكم، أبو عبيدة عباس ضفع الله، حمادة سهاب، محمد نور صالح، أيمن بخيت، لقناة النيل الأزرق، العاصمة السعودية الرياض.